الأسبوع اللي فات كان في حزب ليه ما يسمى حماة وطن. واللي فيكم مش عارف الحزب دوت تبع مين؟ الحزب دوت تبع مخابرات القسط أم محمود. واللي فيكم مش عارف يعني ايه قسط، يشوف حد من صحابه الدكاترة هيبقى يقول له يعني ايه قسط عشان عيب. المهم، حماة وطن طلع عمل ندوة تثقيفية للتعريف بجهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية منذ محمد علي، من أيام ما كانوا بيحاربوا في الجيش الإنجليزي، الجيش البريطاني، علشان يهزموا الأسيتانة. أنا الحقيقة يا جماعة ما شفتش وقاحة أكتر من كده فعلا. كما قال الشاعر القديم الخالد، الأحبة لما تشكيها تلهيك وتدهيك واللي فيها تجيبه فيك. فهو نظام عبد الفتاح أبو ضبة ومفتاح سيسنياهو صبي نتنياهو ابن بائعة الهوى عامل زي الأحبة كده، لما بتتوب تاء ولما بتتعمد أنيل. المهم ما علينا، ندخل في الموضوع على طول. وأنا بطالب حزب حماة وطن، وفي القلب منهم الأستاذة أم لغد دي اللي كانت بتتكلم وعاملة بوتكس وفيلرز في شفايفها، لأن أنا كنت الحقيقة بعد ما هي قالت كلمتها أنا جسمي انتفض من الوطنية وشعر إيدي وقف الحقيقة. والاستاذه رندا مصطفى، بليز يا جماعه لو سمحتوا، في ستات مصريات كانوا بيرفعوا العلم الفلسطيني وتم القبض عليهم في الشارع. ستات زيك، حزب حماة وطن، حزب حماة وسن. لو سمحتي يا استاذه رندا مصطفى، انت امينه المراه، تروحي تشوفي لنا والنبي الست الكبيره اللي كانت ماشيه بعلم فلسطين وبتقول فينكم يا جيش مصر، فينكم يا رجال مصر. غزه تباد في اول الحرب، وجيش فوزيه المكفيه وشرطه فوزيه المكفيه اخفتها قسريا. وبعديها في راجل كمان ملتحي كده، شاب كده حلوه، قال لك احنا عايزين نموت مع اخواتنا في غزه، افتحوا لنا الحدود، وكان بيبكي. ده برضو جيش فوزيه المكفيه وشرطه فوزيه المكفيه اخفوه قسريا. ده من ضمن برضو جدول اعمالكم، يعني مواضيع اللي عايزاكم تدرجوها على في المناقشه في دعمكم للقضيه الفلسطينيه. والنقطه رقم 3 في جدول الاعمال يا استاذه رندا مصطفى والساده حزب حماة وطن، لو سمحتوا تسالوا لنا كمان جاست كويشن، يعني عشان انا فلابر جاستد. انا عايزه اعرف ليه تم منع زوجة لاعب نادي الزمالك ان هي تدخل عشان كانت حاطه الكوفيه الفلسطينيه للقضيه الفلسطينيه اللي انتوا بتدعموها.